هاي صباط يا راجل، اصلا صباط تقدر مرتين خليش فوقك. حرام حرام. في الموسيقى وفي الموسيقى العادة هذه في الليبيين كلهم بصفة عامة يحقوا صباط مقلوب هيك. اقلب الصباط يا حمار. اوكي قلبنا الصباط. تو بجوز سبب ليش قلبنا الصباط، لان الصباط يا حمار جاي في وجه ربك. لا اقنعني، لا ما شاء الله عليك عارف ان ربي يعني قاعد فوق الصباط. هذه اول مرة نعرف واحد انه يعرف ان يعني كان ربي استغفر الله العظيم يا رجل. لا ربك قاعد فوق الصباط، حرام اقلب صباط انه جاي في وجه ربك. اقنعني بهذه. كيف واحدين يعني ما شاء الله عليهم يعني حق هيك قلب صباط. مش انت مش قاصد بيه قلب الصباط يا حمار. الصباط مقلوب يا حمار. كيف ترفع الصباط؟ لانه هو حرام. عليش؟ لانه جاي في وجه ربك. تو هذا جوابه. تو انت تعرف كربي انه هو قاعد فوق الصباطه. جديت والله يا رجال. يلا تو سيدي لك لم يخطط طلع لي حديث ولا آية قرآنية يثبت لي ان كلمة الصباط جاي في وجه ربك وانه هي حرام. ما قلتش صح؟ مش حتلقى. مش حتلقى. مش حتلقى. هذا حظينا حفظ والله. اسالني